في جرايم أول ما تسمع عنها تقول مستحيل تكون حقيقية، لكن ممكن تكون قصة من فيلم رعب مثلا أو مسلسل. بس اللي هنحكيه النهاردة حصل فعلا. جريمة قلبت منطقة مصر القديمة في سنة 2004، وخلت الناس كلها تسأل سؤال واحد بس: إزاي إن في بني آدم يقدر يعمل في أمه كده؟ اللي حصل مش بس مرعب، لأ، ده كمان بيعرفنا إن أحيانا الشر بيبقى ساكن جوه أقرب الناس لينا، والوشوش البريئة ممكن تبقى أخطر من 1000 مجرم. الساعة كانت 4 الفجر والدنيا هادية جدا في شارع جانبي في مصر القديمة. فجأة ظهر راجل غريب قوي، شكله مريب جدا، مغطي وشه وشايل على ظهره شوال كبير، وعمال يبص يمين وشمال، وتحركاته كلها توتر وخوف. في نفس اللحظة دي كان في واحد من سكان الشارع كان قاعد في البلكونة ولسه صاحي. أول ما لمح الراجل ده بيتحرك بطريقة مريبة جدا، ناداه بصوت عالي: يا عم، انت رايح فين؟ تعالى هنا، إيه اللي انت بتعمله ده وايه اللي شايله على كتفك؟ الراجل أول ما سمع الصوت على طول خاف وجري بسرعة، والشوال اللي كان في إيده رماه في بلاعة كانت مفتوحة، واختفى في ثواني كأنه فص ملح وداب. الساكن اللي شافه من البلكونة نزل الشارع يدور عليه لأن حس إن هو بيعمل حاجة مريبة، بس للأسف ما لقاهوش، لقاه اختفى تماما. بعدها ب3 ساعات كده، يعني الساعة 7 الصبح، الدنيا بدأت تتحرك والناس رايحة جاية في الشارع نازلين على شغلهم. وفجأة عامل نظافة بيلاقي الشوال ده في البلاعة، فبيشده ويفتحه وهو متوقع ان يلاقي فيه زبالة او مخلفات. لكن المفاجأة والصدمة المرعبة ان بيلاقي فيه نص جثة بني آدم، وتحديدا النص السفلي من جثة واحدة ست، وباين من رجليها ان هي ست كبيرة شوية في السن، وملابسها متقطعة وشكلها فقير جدا، ورجليها فيها تشققات كتير جدا بتدل على انها كانت بتشتغل شغل شاق جدا وبتمشي كتير في الشارع. المنظر ده كان صادم قوي، الناس اتلمت واتصلوا على طول بالشرطة، وخلال وقت قصير وصلوا رجال الأمن معاهم رجال البحث الجنائي، وطبعا على طول النيابة العامة بدأت في التحقيق. بس مفيش أي بصمات على الشوال، ومفيش أي دليل يوضح مين الست دي ولا مين اللي عمل كده. الطب الشرعي قال إن الوفاة حصلت تقريبا من يومين، وإن سبب الوفاة خنق بحبل أو بقطعة من القماش، والأغرب إن الجثة اتقطعت بعدها بيومين، يعني الست اتقتلت وبعدها بيومين تم تقطيع الجثة بتاعتها، يعني مش في نفس وقت الوفاة. وده معناه إن القاتل كان هادي جدا وأعصابه باردة ومكانش مستعجل، وكان عنده وقت يفكر هيعمل إيه. رجال المباحث بدأوا يدوروا على البلاغات تغيب، بس للأسف مفيش أي بلاغ ينطبق على ست بالمواصفات دي. كل الشهود قالوا إن هما ما شافوش أي حاجة، إلا ساكن واحد بس هو اللي شاف الراجل وهو بيرمي الشوال، بس ما قدرش إن هو يتعرف عليه. أسبوع كامل والبحث شغال ومفيش أي خيط يوصل لأي حاجة. رئيس المباحث لاحظ حاجة غريبة جدا، إن في راجل اسمه عبد الناصر، الراجل ده مسجل خطر، بيسأل كتير قوي عن الجثة وعن التحقيقات، ويا ترى وصلوا لإيه ووصلوا للجاني ولا لأ، وكان مهتم جدا. الراجل ده اصلا خارج من السجن من قريب، وكان محكوم عليه ب15 سنة سجن في قضية سرقة وشروع في قتل، وكان ايامها حاول يسرق واحدة ست كبيرة في السن، ولما فشل قطع دراعها. عبد الناصر دلوقتي بيقضي فترة مراقبة، يعني لازم يروح القسم كل يوم، وكان ملتزم جدا الا يوم واحد بس، هو اليوم اللي حصلت فيه الجريمة، او بمعنى اصح اليوم اللي اتلقت فيه الجثة. رئيس المباحث شك وقرر ان هو يراقبه بهدوء، وعمل خطة جهنمية. طلب من رجالة القسم ان هم يطلعوا اشاعة ان القضية اتأيدت ضد مجهول، لان هم معرفوش يوصلوا للجاني لحد دلوقتي، وعلشان يشوف رد فعله. وفعلا اول ما عبد الناصر سمع الاشاعة دي كان فرحان جدا، والفرحة كانت باينة عليه. هنا بقى قرر رئيس المباحث ان هو يتحرك، جمع معلومات عنه كتير واكتشف ان والدته مختفية من اسبوع، وانها ست كبيرة عندها حوالي 61 سنة، وكانت بتبيع خضار تحت الكوبري وملهاش اي قرايب غيره، وعايشين لوحدهم. وهنا بدأت الخيوط كلها تتربط ببعض. الراجل ده غالبا قتل أمه وقطعها، بس ازاي يخليه يعترف؟ رئيس المباحث طلبه كده الساعة 3 الفجر، واداله فلوس وقال له انزل هات لنا سجاير وشوية كباب وكفتة. عبد الناصر راح على طول وهو فرحان جدا بثقة رئيس المباحث فيه، ورجع بعد شوية وأكلوا هما الاتنين سوا. وأول ما عبد الناصر ضحك وقال: شكلك أخدت مكافأة كبيرة يا بيه، رد عليه رئيس المباحث بكل هدوء: المكافأة الكبيرة بقى هتكون لو قلتلي النص التاني من جثة أمك فين. عبد الناصر اتصدم ووقف، وشه اتغير، والأكل كأنه هيقف في زوره، وانهار على طول. هنا بقى اتأكد إن رئيس المباحث اكتشف خلاص إن هو القاتل،
فهنا بقى قرر يحكي كل حاجة بالتفصيل. قال إن أمه طول عمرها واقفة جنبه بتشتغل عشان تأكله، وكمان عشان تزوره في السجن وتديله فلوس. ولما خرج طلب منها فلوس عشان يتجوز واحدة سمعتها كانت وحشة جدا، يعني واحدة شمال يعني. فطبعا أمه رفضت، مش علشان بخيلة، لأ علشان خايفة عليه. فقرر يقتلها، خنقها وسابها يومين تحت السرير، وبعدها قطعها لجزئين، ونقل نص جثتها ورماها، والنص التاني دفنه في مكان تاني. وكان بيجي القسم كل يوم عادي جدا كأنه معملش أي حاجة، وبيسأل عن الجثة ويطمن، وهو بيصرف من فلوسها. وفعلا بعد اعترافه الشرطة قدرت توصل للنص التاني من الجثة، وتقدم عبد الناصر للمحاكمة واتحكم عليه بالإعدام. رئيس المباحث كان ذكي جدا في تعامله مع عبد الناصر، خاصة لما استخدم الحيلة النفسية عشان يخليه ينهار ويعترف. ده يبين لنا ان ازاي الذكاء في التحقيق ممكن يكشف اكبر المجرمين. اللي حصل مش بس جريمة قتل، دي خيانة من ابن لأمه. ست كرست حياتها كلها علشانه ووقفت جنبه هو في أسوأ حالاته، لكن للأسف الغدر مجاش غير منه هو. بس الأكيد بقى إن العدالة مهما اتأخرت لازم بتوصل، وربنا يرحم كل أم ضحت وولادها ما كانوش يستحقوا حتى دمعة منها. استنوني في الحلقة الجاية إن شاء الله علشان نعرف الحكاية وما فيها.